لو أردت فهم الحاضر فادرس الماضي، عبارة للأديبة العالمية بيرل باك. فماذا عن قضية فلسطين التي نرى أشلاء إخواننا كل يوم؟ مرحبا بكم في أجد قرأ مع تلخيص رواية الطنطورية لرضوى عاشور، رواية بطعم التاريخ الفلسطيني. فربما كل واحد منكم رأى مقطعا لفيديو لطفل يرتعد خوفا أو شيخا اختنق بالحسرة قبل الدخان، وربما ترى يدا مقطوعة وإصبعا يشهد بإيمان صاحبه. من بين مزايا فن الرواية أنها يمكن أن تكون توثيقا للتاريخ، تصير وثيقة تاريخية، ويمكن أن تكون رواية عظيمة حين توثق لقضية إنسانية كبيرة. واليوم ونحن نرى ونسمع الصرخات الغزاويين، نبصر الجثث والدماء التي تسيل من إخوة لنا، يجب أن نسأل عما يقع، ولما يقع هذا، وكيف ابتدأ كل هذا الصراع. القضية الفلسطينية قضية إنسانية كتبت فيها القصائد، وحللتها المؤلفات السياسية، وتناولتها الروايات. اخترت من بين هذه الروايات الطنطورية للراحلة رضوى عاشور، رواية توثق لإحدى أبشع الإبادات التي اقترفها الكيان الغاشم، رواية توثق تاريخا ممتد من سنة ما قبل النكبة 1947 إلى سنة 2000، رواية تحكي قصة عائلة تمتد من الأجداد مرورا بالأبناء وانتهاء بالحفدة. إنها قصة عائلة تمثل شعبا بالكامل. اختارت رضوى عاشور الرواية بعناية، بطلتها الرواية والساردة والحاكية. إنها ابنة قرية الطنطورة الشاطئية التي ستشهد في عمر 13 سنة حدث إبادة أهل القرية من الجماعات الإرهابية الإسرائيلية. تحكي رقية الطنطورية لحفدتها القصة منذ البداية، كيف كان شاطئ الطنطورة جميلا وساحرا، وكيف كان الناس ينتظرون الغروب ليستمتعوا بسرد قصص الحب التي عاشوها لأبنائهم. ثم فجأة تبدأ الأخبار بالتناسل عن هجوم بعض أفراد جماعة الغاجنة المحميين بالجنود البريطانيين على القرى الفلسطينية. رقية ذات 13 سنة والتي تنتظر عرسها تسمع كلاما عن مجازر لا يمكن للعقل طفلة تصديقها، بل حتى الكبار لم يكونوا يصدقون أنه يمكن وقوع ما يسمعونه. يقول الصياد العجوز وهو يسمع ما تناقلته الألسن: لا عقل يمكنه تصديق ذلك. الذين عرفوا ما كان يقع أدركوا أن قرية الطنطورة سيصلها السيل الدموي عن قريب، ورغم أنهم بدأوا بالاستعداد للمواجهة مع الغاشمين الدمويين، إلا أن خوفا كبيرا كان يسكن قلوبهم. ثم تأتي ليلة ظلماء تماما وقع فيها ما لا يمكن أن تعبر عنه رقية الطنطورية بالكلمات، لأنها تعلم أن الكلمات لا تصف ما حدث بدقة، إنها فقط تقدم لحفدتها صورة لغوية عما وقع، أما الحقيقة فإنها تقع داخل قلبها ولا تستطيع وصفها. كانت هناك دماء وأشلاء وجثث، نساء، أطفال وشيوخ. وقعت المجزرة في الثلث الأخير من ليلة باردة ظلماء كما اعتاد الهمجيون. الباقون رحلوا هاربين، أخذوا ما استطاعوا أخذه وفروا. كانت رقية الطنطورية من بينهم. خط الحكي سيمتد من رحلة رقية الفارة من قرية الطنطورة إلى جنوب لبنان، ثم إلى بيروت، ثم من بيروت إلى سوريا، لتستقر في الأخير في القاهرة، ومنها بدأت السرد العكسي لحفدتها. كيف يمكن لقضية إنسانية أن تموت؟ إنها لا تموت، تختفي ثم تعاود الظهور. هذا ما تؤكد عليه رقية، وهذا ما يؤكد عليه الزمن. في تقارير دولية
هناك حديث على أن المستوطنة التي شيدت على أنقاض قرية الطنطورة شيدت حقيقة على مقابر جماعية. هناك حديث عن أكثر من 1500 شهيد قتلوا تلك الليلة. الرواية ليس من مهامها تقديم أرقام، إنها فن يحيي القضايا الإنسانية ويجعلها في القلوب الحية. ربما هذا ما أرادته رضوى في الرواية، فرغم أن الكثير من مشاهد الرواية توثيقية إلا أنها تظل متمسكة بالبعد الأدبي والجمالي للرواية.